فيلمنا النهاردة عن واحد فقد زوجته بيكون متأثر جدا. هل هيقدر يعيش من غيرها ولا الحياة هتمشي عادي؟ وهل هيقدر يهتم ببناته؟ هيعرف يمارس حياته بطبيعية ولا هيواجه صعوبات؟ تعالوا بينا نبدأ. الفيلم بيبدأ بشارون وهي بتروح مكان سهر وبتكون عايشة في حياة تاني خالص، حياة مليانة بالاستهتار، حياة ملهاش معنى وغالبا مش هيبقى ليها معنى غير لما تتعلم دروس عمرها ما هتنساها. بعدها بترجع البيت وصاحبتها روز بتتضايق من تصرفات شارون وبتقول لها تعالي نروح مشوار، وبيكون إدوارد بيحس بفراغ جامد بعد فراق زوجته وبينصح الناس ويقول لهم دوروا على سبب علشان تكونوا موجودين في المكان ده. بتفضل شارون بتحكي حياتها كلها للناس. شارون بتعرف من جيرانها ان ادوارد بيعلن عن عزاء زوجته، وبعد كده الواعظ بيفضل يتكلم ويقول لإد ما تزعلش على فراق تريز، وبيقترح على الناس ان اي حد يقدر يساعد العيلة دي ممكن يعمل كده. في اعتقادك مين هيقدر يساعده؟ وهل إد هيفضل عايش لوحده؟ هل هيفضل شايل مسؤولية بناته لوحده ولا في حد هيساعده؟ يلا بينا نكمل. بنشوف شارون وهي بتتعرف على ميشيل وبتقول لها انا عندي 5 سنين، واختها بتقول انا عندي 8 سنين، وإيد بيكلمها وبيقول لها احنا متقابلناش قبل كده، انتي صاحبة تريز؟ بترد عليه بتقول له لا انا مش من اصحابها، لكن جيت علشان اعزيك، ولو انت محتاج مساعدة ياريت تقولي. إيد بيشكرها وبيسيبها ويمشي. هل في اعتقادك إيد هيقبل المساعدة من شارون ولا هيعتمد على نفسه؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. بنلاقي روز بتفضل تكلم شارون انتي ليه روحتي العزا؟ بترد انا رحت علشان خاطر بنت صغيرة تعبانة، وبتقول لها انا هساعدهم في تجميع الفلوس لزراعة الكبد. وبتكون صاحبتها مستغربة وتقول لها انت لازم تساعديهم دلوقتي؟ ردت عليها علشان هم محتاجين لمساعدة. هل فعلا لما حد فينا بيحتاج مساعدة بنساعده وبناخد القرار بسرعة كده، ولا بنقول لا مش مهم؟ لازم كل حد فينا لو محتاج مساعدة لازم نساعده، حتى لو كان زي إد ما نعرفوش كويس. هو اكتر واحد كان محتاج مساعدة في الوقت ده علشان يعالج بنته ميشيل. بيروح إد البيت وميشيل بتسأل باباها هي ماما راحت فين، وان جدتها قالت لها ان هي في السماء. هل ده حقيقي؟ بيرد إد وبيقول هي معاكي طول الوقت، وبيقول لمامته انت ما ينفعش تكوني موجودة هنا. بتقوله لازم اكون جنبك علشان اساعدك، انت مش هتعرف تعمل كل ده لوحدك يا إد. وبتحصل حاجة غريبة، بتكون ميشيل تعبت وبيقرر إد يروح المستشفى بسرعة، لكن مامته بتقوله ما ينفعش تسوق عربية في الجو ده، وبيوصل بيها المستشفى والدكتور بيقول لازم زراعة كبد في أسرع وقت. بيكون إد حزين ومش عارف يعمل ايه، والموظفة بتقوله ادفع الفلوس، وإد مش باقي معاه فلوس. هو زي كل واحد بيعاني وفي مشاكل كتير في حياته ومش عارف يحلها ازاي. هل إد هيفضل يواجه كل ده لوحده ولا في حد هيقف جنبه؟ تعالوا نشوف. وبعدها شارون بتفضل تطلب مساعدة من الناس علشان تساعد ميشيل في علاجها، وكل واحد فيهم ابتدى يساعد. وشارون بتقول لروز الناس اكتر ممكن تساعد، وبتلاحظ ان ولاد عم روز جنبها علشان يساعدوها، وشارون بتشكر روز على محبتها ليها. وبتكون شارون فرحانة جدا انها جمعت مبلغ كبير علشان تساعد ميشيل. قد ايه لما بتساعد حد بتكون فرحان انك عملت حاجة صح، وبتكون حاسس انك عملت حاجة حلوة في حياتك، لان التجربة دي هتعلمك درس مهم في حياتك. بنلاقي إيد بيرجع البيت وبيفضل يتعصب على مامته، وإيد بيقول لها لازم اعالج ميشيل في اسرع وقت. مامته بتقول له ما ينفعش تفقد ايمانك بربنا، لازم تكون قوي وهادي. وشارون بتروح لإيد وبتديله الفلوس اللي هي جمعتها. بتقول له انا عارفة ان المبلغ قليل لكن هحاول اجمع فلوس تاني. ومامته بتقول له ان ربنا هو اللي بعت الفلوس مع شارون، وبتدخل تتعشى معاهم. إيد بيكون مستغرب انها بتعمل كل ده وتساعده وتفضل جنب ميشيل اكتر مع ان هي متعرفهمش كويس. بعد كده شارون بتروح لإيد البيت وبتقوله هات ملفاتك ضروري. بتحاول انها تساعده على علاج ميشيل، بس إيد مش بيبقى مرتاح انها بتعمل كده، لكن هي بتصمم انها تساعده بأي طريقة وتشوف افكار جديدة في الموضوع ده. يلا بينا نكمل. وبنرجع تاني لشارون بتقول لصاحبتها انا بحاول اجمع تبرعات لعلاج ميشيل. روز بتكون مستغربة جدا من تصرفاتها وبتسيبها وتمشي. وبعدها بترجع شارون البيت وبتحاول تعمل اي حاجة لمساعدة ميشيل. بتتصل بناس كتير علشان يقدروا يساعدوها. وبعدين إيد بيرجع البيت. ميشيل بتقوله بابا انا عايزة اشوف النجوم، وباباها بيروح يوديها علشان تشوف النجوم. ميشيل بتسأله هي مامتي شايفاني؟
أبوها بيرد ويقول أيوة طبعا هي معانا، وبيكون إيد مش بيقدر يمسك دموعه. قد إيه ميشيل على طول حاسة إن مامتها جنبها، وأبوها بيطمنها ويقول لها هي معاكي وجنبك. والأب بيكون حزين إن ميشيل نفسها تشوف أمها ولو مرة واحدة. بنروح على شارون وهي بتروح لإيد بتجيب هدايا لبناته، وبيكونوا فرحانين جدا، وهو بيشكرها على مساعدتها ليه، وبيقترح عليها إنه يشتغل في مكان جديد عشان حاجات هم عاجزين عنها. بتشوف الفكرة في الأول بتكون مش مقتنعة بيها، لكن بعد كده بتقوله إنها فكرة كويسة، وبتخلي إيد يتصور علشان الشغل الجديد. شارون بتلاحظ إن إيد أول مرة يضحك من قلبه كده، وبنشوف إيد بيقدم في الشغل الجديد، وصاحب الشغل بيقوله أنت تقدر تصلح كام سقف؟ بيرد وبيقول نصهم، وصاحب الشغل بيقوله هفكر وارد عليك، وبيسيبه ويمشي. بنكمل مع إيد، هو تاني يوم بيروح يشتغل، بيحاول يعمل أي حاجة علشان يكون عنده فلوس لعلاج بنته ميشيل. في اعتقادك هل إيد هيقدر يجمع باقي الفلوس علشان علاج ميشيل؟ هل دي الطريقة الصح؟ هل ميشيل هتخف وترجع زي الأول؟ وشارون هل هتفضل تساعد إيد ولا لأ؟ تعالوا نكمل. وبنوصل لشارون وهي بتجمع تبرعات من كل مكان علشان علاج ميشيل. إيد كمان بيشتغل على قد ما يقدر علشان يعمل العملية الميشيل، وبتفضل تروح شارون من مكان لمكان علشان تساعد في عملية زراعة الكبد، وبتكون فرحانة إنها تجمع مبلغ كويس من الفلوس. وبتقول لإيد في خبر كويس إننا قدرنا نجمع 11,000، والخبر الوحش إن عندك ديون للمستشفى بمبلغ كبير جدا. إيد بيقول لأمه في حاجة حصلت. أمه بتقوله إيه؟ ميشيل تعبت وأنا وشارون رايحين بيها للدكتور. إيد بيقول لها كان لازم تقوليلي، وبيتعصب جدا. وإيد بيقول أنا مش عايز أعتمد على شارون في كل حاجة. وشارون بتقول إيد أنت ليه محبط؟ أنا بعمل كده علشان أساعد أنت والبنات، علشان أبعد عنهم أي حزن. وإيد بيقول لها أنا مش عايز نصيحة من حد. وشارون بتقوله إيد أنت مش لوحدك، وبتسيبه وتمشي. بيكون متأثر من كلامها جدا. وهنا في سؤال، ليه رفض إن شارون تساعده؟ ليه مش مدخل ربنا في حياته وبيقبل المساعدة من اللي حواليه؟ هل طلب المساعدة صعب؟ وليه كل شوية بيقول لشارون أنا مش عايز مساعدة، سيبها تساعد؟ علشان هي لما بتساعدك بتكون فرحانة إنها بتعمل كده، علشان أول مرة في حياتها تتغير لما تساعد حد. وشارون بتكلم ديريك أنا بساعد العيلة دي، عندهم بنت صغيرة مريضة. بتقوله أنا هساعد علشان أجمع فلوس. وديريك بيقول إن البنت دي محتاجة مساعدة منك فعلا. ليه ابنها مش مصدق كلام أمه؟ شارون كانت محتاجة تسمع رأي ابنها، كانت متوقعة إنه هيفرح إنها بتعمل كده. ليه لما بنحكي ونفضفض مع حد بنتوقع إن لما نحكي يهون علينا ويقول لنا كلام يطمنا؟ شارون كانت محتاجة حد يشجعها وهي بتعمل المساعدة الإنسانية دي. وبنلاحظ إن ميشيل بتفضل تنادي على باباها وهو بيروح يشوف فيه إيه، وميشيل بتقوله إن بطنها بتوجعها. بعدها بيروحوا على المستشفى، وبيكلم شارون ويقول لها أنا عايزك تيجي المستشفى. هل شارون هتقف جنب إيد ولا لأ؟ هل هتسيبه يواجه لوحده بعد ما حصل الموقف اللي فات؟ تعالوا نشوف. وفعلا شارون بتروح مع إيد للمستشفى علشان تكون جنب بنته، وبتقوله أنا هاخد البنات معايا للتزلج. وإيد بيقول لها لا أنا مش هروح. وبتقوله ما ينفعش طول الوقت تشتغل، لازم تقعد مع بنتك. إيد بيقول لها أنا بشتغل كل ده علشان أجمع الفلوس. إيد شايل هم طول الوقت. وقد إيه شارون بتعمل كل ده علشان تخرج إيد من الحزن واليأس اللي هو فيه. وبعدين بيقول لها أنا عارف إنك بتعملي كل ده علشان خاطر البنات، انتي الوحيدة اللي كنتي واقفة جنبي. وإيد بيقول لها المفروض أكون أنا جنب بنتي مش انتي. وشارون بتقوله أنا هفضل أساعدك ومش هسيبك أبدا. وإيد بيقول لها كلميني عنك شوية. بتقوله أنا اتجوزت صغيرة وإن هي كان عندها حلم عايزة تحققه بس معرفتش تحققه. ونشوف شارون بتقول لابنها عيد ميلاد سعيد. وبعدها شارون بتروح لإيد البيت وبتقترح عليه إنه لازم يأجر البيت، بس هو بيتعصب عليها وبيرفض إنه يعمل كده وبيسيبها ويمشي. بنكمل مع شارون وهي بتكلم فيرجينيا وتقول لها لو انتي بنتك تعبانة كنتي هتعملي ايه؟ وبتقتنع بكلامها. وبنرجع تاني وشارون بتديله ورقة الفاتورة بس مش بيكون عليه أي ديون، وبيستغرب إيد وبيقول ان هو كده مش هيبيع البيت. بيسيبها ويفضل يعيط جدا. قد ايه ايد لما عيط خرج كل اللي جواه. يمكن لما بنعبر عن مشاعرنا بنرتاح، ووقت لازم نطلع كل اللي جوانا علشان نرتاح، لكن لو ما تكلمناش وشاركنا ده ممكن يسبب لنا حزن شديد. هل ايد لسه عنده امل في ربنا ولا ايه؟ بنكمل مع ايد بيفضل يشتغل طول الوقت علشان يجمع فلوس لعلاج بنته. شارون بتفضل تتكلم مع ميشيل، لكن بتحصل حاجة غريبة. بتكون البنت نزفت دم كتير جدا وخدوها بسرعة
بسرعة للمستشفى، وإيد بيروح بسرعة للمستشفى وبيقول لهم إيه اللي حصل. الدكتور بيقول له لازم حد يتبرع بجزء من الكبد بسرعة جدا، يا إما البنت ممكن تموت ولازم البنت تسافر بره في أقرب وقت. إيد بيقول له إزاي هنعمل كده؟ شارون بترد عليه ما تقلقش هنتصرف. وبعدها شارون بتكلم كذا حد على موضوع الطيارة الخاصة وإن في ناس كتير رفضت موضوع الطيارة. شارون بتروح تقابل ألبرت بيكون موافق على موضوع الطيارة الخاصة، وبتروح تكلم أم إيد وتقول لها أنا جبت 5 أماكن، وبتكون فرحانة جدا وهو بيكون مذهول جدا منها. بتقول له لازم نجمع فلوس أكتر علشان عملية ميشيل. بيرد إيد عليها انتي عملتي حاجات كتير كفاية كده، أنا ههتم بالموضوع ده لوحدي. وهنا في سؤال، هل إيد هيجمع فلوس العملية لبنته ولا هيفشل؟ يلا نشوف. وبنلاقي شارون بتكلم صاحبتها وتقول لها انتي على طول مضيعة الوقت كله في مساعدتهم وسايبة شغلك، وانتي على طول بتتعبي نفسك، انا عارفه انك بتعملي حاجات كويسه. صاحبتها بتقول لها انت كده مدمنه مساعدتهم، انت ليه حاطه حياتك كلها معاهم، على طول بتساعديهم وبتسيبها وتمشي. بنشوف ميشيل بتسمع ان باباها بيقول انا مش هكون موجود بعد 3 اسابيع. اختها بتكون مستغربه من كلامه. بيرجع ايد البيت وبنته بتقوله هل ميشيل هتموت زي ماما؟ شارون بتكون عايزه تجيب رقم المذيعه علشان تكلمها، وصاحب الشغل بيقوله لا ايد شغلك كويس، لكن ايه اللي بيحصل في بيتك؟ بيرجع بسرعه ويروح البيت. بتكون الصحافة جاية علشان تكلمه لكن هو بيطردهم بره. بيفضل يزعق في شارون ويقول لها كفاية اللي انتي عملتيه لحد دلوقتي، انتي عملتي كتير قوي، انتي اصلا بتعملي كده علشان نفسك مش علشان تساعدي ميشيل. وامه بتفضل تشكرها على كل اللي عملته وبتقول لها ما تزعليش من ايد، وبتقول لها كمان ممكن تقعدي مع البنات، وفعلا بتوافق انها تقعد معاهم. بيوصل ايد البيت وبنته بتجري وتقوله ان العمة شارون بتتكلم بطريقة غريبة وبتخوف ميشيل وانا حاسة انها ممكن تكون ماتت. بيجري بسرعة بيقول لبنته روحي اهتمي بميشيل وانا هشوف. ايد بيقول لها انت ازاي تعملي كده مع البنات؟ بس هي بتقوله انا زعلت يا ايد لان ما كانش في حد بيحبني، حتى امي. حاولت اتغير مع ابني لكن هو كرهني. لكن ايد مش بيبقى مصدق كلامها وبتقول انا كل يوم بسمع صوت بيقولي اني ما استحقش الحب ولا استحق اي حاجة. خلاص كنت بحاول اساعد ميشيل لكن انا معرفتش اساعد نفسي، وان انا كنت بستخدم ميشيل عشان اصلح من نفسي. بتفضل تعيط وتعتذر لإيد وبتمشي بسرعة. تاني يوم بتروح لروز في المحل وتقول لها أنا عايزاكي تساعديني. بتفضل تحضنها وتوديها المكان. بتفضل تحكي للناس كلها إنها مدمنة كحول. بيلاحظ إيد إن قصة علاج ميشيل موجودة في التلفزيون. بيروح إيد لروز هو وبنته. البنت بتسأل باباها أنت زعلان من ربنا؟ طبيعي كل واحد في بعض الأوقات ممكن يكون زعلان، لكن ده ما يبعدناش عن ربنا، لكن يخلينا نصلي عشان هو الوحيد اللي يقدر يحس بوجعنا حتى لو كل الناس مش حاسه بيه. ليه على طول ايد شايل الهم؟ ليه كل واحد فينا لما بتحصل مشكله بنفضل نفكر تتحل ازاي ونشيل هم بكره؟ ليه خايف؟ ليه شايل الهم ده؟ قوم وصلي وقول له يا رب انت تقدر تخفف بنتي ميشيل، انت تقدر تخفف الوجع ده. ربنا يقدر يرجع حياتك اللي كانت حزينه لفرح جديد. في اعتقادك هل شارون هتساعد ايد تاني ولا مش هتساعد؟ تعالوا نشوف. بعدين ايد بيروح الكنيسه هو وبنته وامه وبيرجعوا البيت. بيكون الجو وحش جدا وفي حد بيكلمه ويقوله لازم تيجوا بكره علشان هنعمل العمليه. وامه بتقوله ما ينفعش تخرج والجو وحش كده، لكن بيرد لازم علشان لو انا ما عملتش كده ميشيل هتموت. امه بتقوله انت لو خدتها في الجو ده ممكن تموت. بيرد ايد عليها ويقول لها ما تقلقيش انا هتصرف. ايد بيتصل بشارون بيقول لها على العمليه بس الشرط ان هو لازم يسافر بكره علشان يلحق وهي هتساعده على السفر. شارون بتكلم صاحبتها وتقول لها لازم تحجزي باقصى سرعه واحنا لو ما عملناش كده ممكن نفقد ميشيل. وبتكلم ألبرت وتقوله ان الكبد وصل. بيقول لها ما تقلقيش انا هكلم الطيار. بتفضل تكلم صاحبتها وتقوله ان ممكن يروح عن طريق كانيون كريك، ان الطريق ده هيساعده انه يوصل بسرعه. بيرجع ايد البيت وياخد ميشيل ويمشي من طريق كانيون كريك. بسرعه ألبرت بيقول لشارون ما تقلقيش ان الطيار هيعرف يسوق الطياره في الجو ده، وبتفضل تشكره على كل حاجه. ايد بيكتشف ان الطريق واقف. شارون بتقول لروز لازم نشوف طريقه تانية لوصول اسرع للمطار. شارون بتكلم الصحفيه وتقول لها لازم ميشيل تسافر بسرعه، لكن بتقترح عليها انها تسافر عن طريق المروحية. شارون بتقول لروز صاحبتها لازم ندور على ايد بسرعة، بس ايد بيلاحظ ان الطريق مسدود وان هو بيحاول يعدل الطريق بس بتكون العربية وقفت. بيفضل يعيط ويفقد الامل، مش عارف يعمل ايه، خايف ما يلحقش الطيارة وخايف ميشيل تموت. الخوف مليه، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بيفضل ايد يحضن بنته ويقول لها ما تعيطيش. والصحافة كلها بتفضل تقول للناس لازم نساعد ايد في الوصول للمطار
وإن في حد عنده مروحية بيكون فرحانين جدا رغم إن الموقف كان صعب جدا وكان ملوش حل، لكن ربنا دايما بيبعت حل مناسب جدا رغم التعب والهم والحزن. وبنرجع تاني بنلاقي ديف بيكلم الصحافة ويقول لهم لازم يقفوا عند الكنيسة الجنوبية الشرقية، لازم كلنا نساعد البنت الصغيرة إن احنا هنحتاج لمجارف. إيد بيكلم الدكتور ويقول له لازم ميشيل توصل بسرعة. بيرد إيد عليه أنا مش هعرف أوصل، خلاص دلوقتي أنا هوصل بسرعة في عربية هتوصلني. بيكون أصحاب شارون بيقولوا إن احنا موجود معانا مروحية علشان تسافر بسرعة. كلهم بيحاولوا إنهم يصلحوا أي حاجة في الطريق وبيوصلوا أخيرا للطيارة وبتوديهم المستشفى بسرعة. ابن شارون بيفضل يساعده علشان ينقذ البنت الصغيرة، وفعلا الطيارة بتوصل، بس للأسف الطيارة بتكون مش عارفة تهبط. خلاص إيد بيقترح عليهم إنهم يشغلوا النور، وفعلا بيعملوا كده. وأشلي بتحط قماش على الطريق بيجمعوا كل البطاطين عليها والطيارة بتنزل. بيفضل إيد يفتكر كل حاجة وفعلا الطيارة بتنزل، وقبل ما يركب الطيارة بيشكر شارون على كل حاجة وبيمشي بسرعة. وبيكونوا أصحاب شارون فرحانين جدا إنهم ركبوا إيد وميشيل الطيارة، وفي الآخر البنت بترجع زي الأول بتكون كويسة. قد إيه كانت تجربة صعبة بالنسبة لإيد، بس رغم كل اللي هو شافه ربنا دايما كان جنبه، عمره ما سابه في التجربة دي. ربنا دايما بيبعت ناس زي شارون فضلت تساعده لحد ما عالج ميشيل وبقت كويسة. قد إيه كل واحد كان بيحب ميشيل بيقرر يساعدها بجد من قلبه. كل واحد فينا لما بيتحط في موقف زي كده ربنا يقدر يبعت الحل بسرعة، مش بس من خلال معجزات لكن كمان من خلال ناس بيكونوا كأنهم هم المعجزة. بجد قصة الفيلم قادرة تعلم كل واحد فينا درس إن ربنا عمره ما بينسى حد ودايما بيبعت حل مع المشكلة. بيبعت ناس زي شارون زي روز وغيرهم كتير يساعدونا وهم بيكونوا فرحانين جدا. قصة الفيلم بتعلمنا كمان إن لازم يكون إيماني قوي بربنا وما نخافش من أي تجربة، ومع كل مشكلة نقعد ونصلي ونثق في ربنا إنه يقدر يخرجنا منها ويكون معانا في قلب المشكلة. كمان لما تلاقي حد محتاج مساعدة ما تتأخرش، يمكن يكون أنت اللي ربنا بعتك ليه. وفي النهاية قصة فيلم Ordinary Angels بتقول لنا إن مفيش أزمة أكبر من مراحم ربنا، مفيش مشكلة ملهاش حل، ومفيش وجع ممكن يقف قدام الأمل والإيمان. ساعات ربنا بيبعت لنا أشخاص زي شارون في الفيلم، ناس يكونوا سبب في إن حياتنا تتغير ونعدي أصعب التجارب. وبنفس الرسالة دي إحنا في قناتنا بنكمل بقصص ملهمة تبني فينا الأمل والقوة، وحلمنا الأول إننا نوصل ل1000 مشترك. لو عجبك الفيلم ما تنساش تتفرج عليه، تعمل لايك وتكمل الحلم معانا، وخليك قريب. الحلم معانا وخليك قريب.